ازيكم يا اصدقاء؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ميعادنا مع واحده من القصص الجديده واللي هتحبوها جدا. بس في البدايه مش تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حابب ارحب بكل الناس اللي بتدعمني والناس الجديده. وقبل ما نبدا على طول لازم تصلي على الرسول. بتبدا احداث القصه بتاعتنا بشاب صغير اسمه توري. موهبته في السحر كانت محدوده جدا، وكل اللي يعرف يعمله هو عباره عن شويه سحر بسيط للحاجات اليوميه العاديه. شغال خادم في نقابة المغامرين، وبيشتغل عشان يصرف على أخوه الصغير اللي كان تعبان ومريض. وأقصى حاجة كان في مقدوره إنه يعملها إنه يتعامل مع وحوش السلايم الضعيفة، ودي لما بيقضي عليها بتطلع عبارة عن حجر سحري وقيمته كانت ضعيفة جدا، بالعافية بتقدر تخليه يعيش يومه. وبسبب قوته الضعيفة بقى أعضاء النقابة كانوا دايما بيبصوا له باحتقار، وكمان كانوا بيعاملوه معاملة وحشة. وهو كان دايما ساكت ومستحمل عشان مفيش في إيده أي حاجة يعملها. وفي يوم وهو بيكتشف كهف قديم كان منسي من سنين، بالصدفة بيلاقي جواه كتاب غريب. وفجأة الكتاب بيكلمه ويقول له تحب تمسك مصدر قوة حقيقي في إيدك؟ ومن اللحظة دي مصير الولد تروي اتغير بشكل كامل. وبدأت حكاية الشاب الضعيف اللي هيبدأ رحلته عشان يحصل على حجر محرم من قوة سحر مفيش زيها في الكون. والقصة بترجع شوية لورا، وبنبدأ بمشهد الولد توري وهو بيتعرض للتنمر من أعضاء النقابة فوق الجبل. وكانوا رابطينه ويقعدوا يرموا عليه وحوش سلايم عشان يستخرجوا الأحجار السحرية منها وهم مستمتعين وبيضحكوا. وفي العالم ده الأحجار السحرية كانت هي عبارة عن الفلوس، وأي مغامر مصدر دخله الأساسي عبارة عن حاجتين: مكافآت تنفيذ المهام، أو رقم اتنين بيع الأحجار السحرية اللي بتطلع من الوحوش. وكل ما يقضي على وحش حجر سحري بيطلع من جسمه، وقيمته بتختلف حسب نوع الوحش. حجر سلايم مثلا كان بيساوي حوالي قطعة نحاس واحدة، يعني تقريبا 500 وان، وده عبارة عن مبلغ تافه جدا. وكان الزعيم اللي بيعذبه عبارة عن شخص اسمه كاهل، وبيرد عليه بسخرية ويقول له خلاص هتستسلم ولا ايه؟ وتوري وهو مربوط بيتعذب سألهم بصوت ضعيف: احنا مش اتفقنا انكم تدوني كل الاحجار السحرية لو استحملتوا اللي انتوا بتعملوه معايا؟ وتوري ساعتها كان عنده 16 سنة، عبارة عن مغامر مبتدئ تابع لفريق اسمه أجنحة اللهب الأزرق، أما تخصصه الوحيد هو سحر الحياة. وكاهل حشرة سلايم في بقه وقال وهو غضبان: انت مزعج جدا، قلت لك ما تراجعش كل حاجه ورانا. وبعدها بيسخر منه تاني ويقول له مستحيل، مستحيل واحد ضعيف زيك يكون هو اخو نايل. وتوري ما قدرش يرد، لان فعلا هو مختلف عن اخوه الكبير وما عندوش اي موهبه كمغامر، وكان مضطر انه يستحمل كل ده عشان محتاج الاحجار السحريه. وهنا كايل بيقول لواحد من الفريق انهم جمعوا شويه فكه ولازم يرجعوا. وبعدها بص لتوري وقال سيبوه مربوط ويفك نفسه بنفسه باستخدام السحر بتاعه، السحر الضعيف اللي استحاله انه ينقذه. ورماله سلايم وقال له ورينا بقى هتفك نفسك ازاي. وكال بيحط له السلايم في بقه وللمره التانيه بيرجع، وقال باستهزاء: للاسف بما انك رجعت يبقى مفيش نصيب ليك. وهنا التوري بيتعصب وقال انتوا بتهزروا، انا محتاج الفلوس دي ضروري. لكن كهل بيرد عليه بسخريه اكتر وقال له ما تبيع معدات اخوك العظيم بقى، ما هو غالبا هيموت قريب بسبب السم. وضحكوا كلهم ومشيوا، وقالوا له لو هتكره حد اكره ضعفك، اكره نفسك انت الاول. والتوري بيسكت لان كل اللي كان في دماغه ازاي يرجع البيت بسرعه. وفك الحبل ونظف هدومه ونشفها، وهو اتعلم سحر الحياه عشان الاعمال اليوميه، وده اللي خلاه يدخل النقابه بتاعه المغامرين. ورغم انه ملوش اي فايده في القتال، الا ان شغله الاساسي يبقى عباره عن التنظيف وتجهيز المعسكرات. والحاجات دي شغل متعب جدا، بس دخله كان احسن من غيره، وكمان بيحاول يصرف على عيلته. وبعد ساعات وصل البيت، وقف قبل ما يخبط وملامحه كانت حزينة، وخبى وشه وابتسم وهو بيفتح الباب وقال أنا رجعت. واخواته الصغيرين بيجروا عليه، واحد فيهم قال له انت اتأخرت النهاردة أوي وانا جعان. وهنا توري قال له استنى شوية انا هحضر الاكل حالا. وسألهم عن اخوه الكبير نايل، فقال له انه كويس، وقعد يقرا لاخته كتاب النهارده. وبدأ فعلا يحضر الاكل وقعدوا ياكلوا مع بعض. ونايل بيسأله ايه اللي عملته في المهمة بتاعت النهارده. وهنا توري بيبتسم وقال له زي كل مرة اكيد كانت مهمة سهلة. ونايل بيقول له بحزن انا اسف، انا مش شايلك الحمل كله لوحدك. وهنا توري بيرد عليه بسرعة قال له بلاش الكلام ده، كل اللي عليك انك تاكل كويس وتخف عشان ترجع تاني احسن ما كنت. وبنعرف ان نايل قبل كده كان عبارة عن مغامر شاطر جدا تابع لفريق الرمح الابيض الكاسر. وبعد وفاة اهلهم من 6 سنين هو اللي كان بيصرف على البيت كله. لكن من 3 سنين بالظبط اتسمم في مهمة بسبب واحد من الوحوش كان اسمه بازلسك. ومن وقتها وهو طريح الفراش، والعلاج كان غالي جدا، والايجار والاكل وعلاج ومصاريف كل ده كان شايله دلوقتي الولد تروي. حتى وهم عايشين على قدهم الفلوس خلاص قربت تخلص.
وتوري كان محبط جدا، وبيقول لو بس كنت اقدر اقضي على وحش قوي زي اخويا كان زماني دلوقتي جاب احجار سحريه غاليه. ونايل لاحظ الحزن بتاعه وفك القلاده اللي في رقبته واداها له وقال له ممكن دي تتباع، وساعتها ممكن تجيب لنا شويه فلوس نقدر نتصرف بيها. وتوري اتفاجئ وقال ازاي دي غاليه عليك جدا. ونايل ابتسم وقال له مش مشكله، كنت غلطان اللي ما اديتلكش من بدري، روح بيعها، انا عارف جسمي واستحاله ارجع كمغامر مره تانيه. وتوري بيعض على شفافه من الغضب وقال له ما تقولش الكلام ده. وبعدها الاخوات الصغيرين بيدخلوا ويشكروا اخوهم توري على الاكل، والبنت الصغيره قالت له انها عايزه تاكل اخوها الكبير نايل بايديها. وهم قاعدين في الغرفه بدا الاتنين يطعموا اخوهم نايل، وتوري قرر انه لازم يشتغل على نفسه اكتر، لان لو ما بقاش اقوى مش هيعرف يحمي الكل. وتاني يوم توري كان تعبان جدا بعد ما خلص على سلايم واحد، ومكافأة المهمة ما كانتش هتكفيه حتى انه يجيب فلوس. وعلشان كده في يوم اجازته كان دايما بيطلع يصطاد لوحده عشان يقدر يجمع احجار سحرية على قد ما يقدر. بس حتى لو فضل يجري طول اليوم مش هيقدر حتى انه يجيب 100 سلايم، وده خلاه ما يوصلش ل 100 قطعة نحاس. وفي الاخر اللي معاه كان موجود بس هما 3 احجار سحرية. واضح انه محتاج فلوس اكتر وبسرعة. وفجأة بيسمع صوت بنت من فوق وبتسأله هو نهر قادم من هنا؟ وتوري بص لفوق وكانت دي عبارة عن بنت عندها حوالي 17 سنة، شغلها رامية سهام، وهي تابعة لنقاب الجليد أجنحة اللهب الأزرق، ودي عبارة عن قائدة فريق هجوم البعيد ومتخصصة في سحر الرياح. وتوري اتفاجئ لما شافها وسألته انت ازاي عرفتني؟ فقال لها انه في نفس النقابة معاها، وعرفها ان اسمه توري وهو مسؤول عن التنسيق في المعسكر. بس هي ما اهتمتش بمنصبه، وتوري كان فاهم ان ده طبيعي انها ما تعرفش حد رتبة قليلة زيه، وخصوصا انها عبارة عن قائدة فريق هجوم وترشحت من فترة قريبة انها تكون قائدة. وتوري شاور ليها على مكان نهر عدن ونصحها انها تلف من طريق تاني عشان في مستنقع في السكة، وشكرته جدا. وتوري كان مبسوط انه يتكلم معاها. لكن فجأة الشخص اللي اسمه كاهل بدأ يشاور لها بإيده وبيسألها بهزار انت بتعملي ايه هنا في يوم اجازتك؟ وردت وقالت له انها بس بتجمع شوية فلوس بسيطة. لكن وهي ماشية بيبتدي يوقفها ويعزمها انهم يشربوا حاجة سوا، وقالت له لا شكرا، مش النهارده اكيد. بس ساعتها هو مسك القوس بتاعها وقال لها تيجي وهو اللي هيعزمها. وتوري شاف الموقف وما قدرش يسكت، وهو عارف ان الكاهل شخص تقيل ورخم جدا، وبالرغم من كده الا انه هو قائد جليد اجنحه اللهب الازرق. لكن لما شاف ان الساحره في موقف صعب قرر انه يتدخل، وشاف سلايم ضعيف لازق في رجله وشاله ورمى على كاهل وهو بيصرخ خد بالك في سلايم. وبسرعه طار وقطعه قبل ما يوصل لكاهل، والسائل بتاعه رش على وش كاهل. وكاهل اتعصب جدا وقال لتروي انت فاكر بتعمل ايه؟ وشتمه وقال له ده انتقام عشان اللي حصل المره اللي فاتت. وهنا توري فهم ان كاهل ممكن يقضي عليه فجري بكل سرعته، وكاهل جري ورا منه. وهنا البنت كانت واقفه مش فاهمه حاجه وقالت باستغراب توري ده طفل غريب جدا. وبعد شويه توري كان لسه بيجري وبيقول لنفسه بقلق انه استفز كاهل من غير ما يفكر في العواقب، ودخل لاخر الغابه وافتكر ان ممكن يكون كاهل بعيد عنه. لكن فجاه داس على حاجه وقعته لتحت الارض بعمق، ولحسن الحظ بتاعه ما اتصابش، لكنه اتفاجئ ان المكان مليان عظام بشريه. وقال لنفسه هو ده ممكن يكون وكر للتنانين ولا ده ايه بالظبط؟ وما كانش مصدق ان في مكان زي ده موجود جوه الغابه. ورغم ان كاهل كان مستحيل يجي للعمق ده الا انه قرر انه يدور على مخرج بسرعه. وقتها خبط برجله في كتاب لونه احمر، ما كانش عارف ده عباره عن ايه، بس حس انه ممكن يتباع بسعر غالي. وحاول يفتحه بس رفض انه يتفتح، وقال يمكن لازق او حاجه. كان كتاب غريب جدا، حب يعرف اللي جواه بس طالما مش راضي يفتح مفيش بايده حاجه يعملها. لكن فجاه اول ما القلاده السحريه بتاعته لمست الكتاب حصل تفاعل قوي جدا، عباره عن ذبذبه سحريه عنيفه ظهرت، والكتاب اتفتح وبهدوء في شيء بدأ يظهر عليه، عبارة عن رجل بلحية وكلام مكتوب. وبعدين صوت اتكلم والصوت كح شوية وسأل توري انت سامعني؟ وتوري اتخض ورمى الكتاب بعيد مش مصدق ان الكتاب بيتكلم. والكتاب ساعتها بيقع على الارض، وبعد كده الكتاب بيتكلم ويقول له كونك قدرت تفتحني ده معناه انك مغامر قوي. ورحب بيه جدا وقال له يناديه بكلمة الراجل صاحب اللحية. وتوري بص للكتاب كويس ومش فاهم هو كتاب ايه، عمره ما شاف كتاب بيتكلم قبل كده، وافتكر يمكن يكون عبارة عن كتاب خطير. والكتاب بيسأله بالمناسبة اللي فتح الكتاب مش حابب يحصل على حجر سحر حقيقي. وتوري بيسأله وهو مستغرب تقصد ايه؟ والكتاب قال زي ما توقعت انت ما تعرفش، وشرح له ان الحجر السحر الحقيقي اسمه عبارة عن بلورة سحرية، ولو عايز يحصل عليها لازم ينفذ الطريقة المكتوبة في الكتاب بالحرف. ولأن البلورة السحرية سعرها أغلى 100 مرة من الحجر السحري العادي
فتوري بيتصدم. لو الكلام ده صح يقدر كده يعالج اخوه العلاج اللي هو محتاجه. بس وقف يفكر، ما ينفعش اصدق الكتاب اللي بيتكلم بسهولة كده، يمكن ده نوع جديد من الوحوش. وبيرد وقال انهم هيبدأوا بالفصل الاول وهيعلموا ازاي يحصل على بلورة سحرية من السلايم. وقال ان اهم حاجة عشان يحصل على البلورة السحرية من السلايم انك ما تحاولش تقضي عليه. والسلايم كانت عبارة عن كائنات حساسة جدا تجاه نية القتل، ولو حسوا بيها بيتوتروا، وساعتها الحجر السحري اللي جواهم بيبقى بلا قيمة. وعلشان كده لو عايز بلورة سحرية فعلا لازم ما تخليش السلايم يحس بنيتك. وتوري بيتصدم لأن عمره ما سمع النظرية دي قبل كده. وبيرد عليه ويقول له كمل، وقال له إنه هيشرح له باختصار نظام حياة السلايم. وقال له إن في الأساس السلايم عبارة عن وحش بيلزق في وش الإنسان وبيخنقه وبعد كده بيلتهمه. وهجوم السلايم واحد لواحد سهل ومش خطر، بس لو كذا سلايم هجموا في نفس الوقت ساعتها الموضوع هيبقى خطير جدا. وعشان كده توري قرر انه يستغل النقطة دي لصالحه. وتوري سأل الكتاب ازاي يستغل ده، وبيرد عليه ويقول له انه هيعلمه دلوقتي طريقة بسيطة من 3 خطوات عشان يقدر يحصل على البلورة السحرية من السلايم. واول ما الكتاب قال له الطريقة توري اتعصب ورمى الكتاب بعيد، لانه مفيش حد عاقل يجرؤ يعمل حاجة بالتهور ده. وقال في نفسه انا بعمل ايه؟ ازاي اسيب نفسي اصدق كتاب غريب مش مفهوم؟ يمكن موضوع البلورة ده كله كذب اصلا. وفي كل الاحوال مسك سيفه وقرر انه يطلع من الكهف الاول. لكن فجأة قابل سلايم، والمفاجأة انه مش واحد، ده عبارة عن سرب كامل من السلايم. وهنا توري بيستخدم السيف وبيضرب بيه عشان يبعد كل اللي بيهجموا عليه. وقال لنفسه انه مش هيموت في مكان زي ده، لانه لو مرجعش البيت مفيش حد هيعمل اكل لاخواته، وكمان مش هيقدر يكسب فلوس يعالج بيها اخوه نايل، ولا هيقدر يحمي عيلته، وكده عيلته هيتقضي عليها. ورغم انه قضى على عدد كبير من السلايم ما قدرش عليهم كلهم واتحاصر، والسلايم رموا نفسهم عليه وجسمه بقى تقيل جدا مش قادر يتحرك. والوضع بيقول ان السلايم هيبلعوه. وقتها ما كانش قدامه كتير غير حل واحد بس وهو الكتاب، وحط ايده عليه وهو مرعوب وبيصرخ، وقال يقول الخطوات التلاتة التانية بسرعة. وبيرد عليه الكتاب بهدوء وقال له تمام، واضح انك اخدت القرار. واول خطوة عشان تحصل على بلورة سحرية من السلايم انك تتساب تتاكل من السلايم. والكتاب اتفاجئ لما شاف ان السلايم فعلا بيبلعوه، وقال له بسخريه واضح انك مجتهد وبدات تطبق من غير ما اقول حتى. وتوري بيصرخ ويقول له بطل كلام وكمل شرح. وبيرد عليه ويقول له انت نسيت اللي قلته لك من شويه، السلايم بيتوتروا لما يحسوا بنيه القتل، وعشان كده لازم ما يحسوش منك باي نيه قتل. وقال له اول حاجه لازم تعرفها انك لازم تتخلص من السيف. وتوري اتردد في الاول بس كان عارف ان لو ما عملش حاجه هيموت، فما كانش قدامه اي اختيار تاني. وعلشان يرجع بيته عايش كان لازم يصدق الكتاب الغريب ده، فرمى السيف بعيد وقرر انه يهدى شويه. وهو بيغرق وسط السلايم الكتاب بيقول له كده تمام، حاول تهدى وخلي عقلك فاضي وسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه. وبعدين قال يلا نخش على الخطوه التانيه. والخطوه التانيه عشان تحصل على بلوره سحريه من السلايم انك تلتهم السلايم. والسلايم كانت عباره عن وحوش بتقوم ذات نفسها على الاكل، وعمرها ما يتخيلوا انهم هم اللي هيتاكلوا. والتوري ما ترددش وبدا يحاول ياكلهم، لكن الكتاب قال له استنى استنى مش كده، انا كنت بتكلم مجازا. ووضح له ان المقصود بكلامه انه يستخدم اداه تخزين او حاجه شبه كده حوالين وشه في المكان اللي السلايم متجمعين فيه. وتوري كان بيتخنق ونفسه بيطلع بالعافيه، وحس ان المقاومه مع السلايم ملهاش اي فايده. وقال لنفسه انا خلاص كده هموت. والكتاب افتكر ان توري استسلم، والكتاب بيقول يا خساره الولد ده مش هو اللي انا مستنيه، ويبدو ان الحلم بتاعي هيتاخر شويه. لكن فجاه توري فتح بقه على اخره وبدا يشفط السلايم، وباستخدام تعويذه التخزين ستار بدا يبتلعهم فعلا. وبعدها كان بيرد وهو مصدوم وقال ان استخدامه لسحر الحياه بالشكل ده كان ذكي جدا، ورغم انه سحر مفيش منه فايده الا انه كان مفيد جدا في القتال. وتوري بيقوم يقف ويكح ويقول بصوت عالي انا ورايا عيله مستنياني، وعشان كده انا مش لازم اموت هنا، انا راجع غصب عن اي حاجه. وبيرد وهو بيضحك، وهنا بيعرف ان قوه توري جايه من اصراره وايمانه. وفجاه سلايم اكتر بدأوا يندفعوا ناحيته، وتوري اتخض وصرخ ايه الخطوه الثالثه عرفني ازاي طلع البلوره السحريه. في اللحظه دي كان مستعد انه يعمل اي حاجه عشان يفضل عايش، لكن كانت هنا المفاجاه انه بيرد عليه ويقول له الخطوه الثالثه بالنسبه لك انك تهرب. وهنا السلايم اللي ما قدرش يخزنهم بقوا في حاله هيجان رهيبه وبقوا خطيرين جدا، وكمان احجارهم السحريه صغرت وبقى ملهاش قيمه، فبالتالي الدخول معاهم في قتال ملوش اي فايده نهائي. وتوري ما فكرش مرتين وجري بكل قوته، والسلايم كانوا بيجروا وراه. وبعد شويه قدر اخيرا يوصل لسطح الكهف
وكمان ينجو بحياته. وقال لي إن كل ده بفضل الكتاب. لكن أول ما وقف عشان يلقط نفسه اتصدم إن الصوت اللي كان بيكلمه اختفى، وما كانش فاهم إيه اللي بيحصل. وفجأة الكتاب اتكلم تاني وقال له إنه دلوقتي هيعلمه إزاي يحصل على الأحجار السحرية اللي هو بالفعل قدر يخزنها. والتوري بيتخض من الصوت، والكتاب بيرد ويكمل شرحه ويقول إن السلايم لو ما تعرضش للهواء أكيد توازن المية في جسمه بيختل، وبمجرد ما يتخزنوا هيتحولوا لأحجار سحرية. وكل الكلام ده بيحصل في أقل من 5 دقايق. وقال له إن البلورة السحرية المفروض تكون جاهزة دلوقتي. وهنا توري قال له إنه هيصدقوا المرة دي، ويتمنى للسلايم ما يطلعوش يهجموا عليه مرة تانية. وبيفتح فعلا التخزين، وفجأة طلع قدامه بلورة سحرية ضخمة. وتوري مصدقش عينيه، هو فعلا قدر يحصل على حجر سحري حقيقي ب3 خطوات بس. وبلورة سحرية لوحدها تساوي أكتر من 100 عملة نحاسية، يعني 2 بس أكتر من مرتبه في الشهر. وقال لنفسه لو صفحة واحدة من ده عملت كل ده، أمال باقي الكتاب الصفحات اللي فيها تعمل معايا إيه؟ وحاول يفتح الصفحة التانية بس للأسف ما فتحتش. وسأل بعد كده الكتاب ليه الصفحة اللي بعدها مش راضية تفتح، وما جاش أي رد غير جملة واحدة بس: استنى اليوم اللي هنتقابل فيه تاني. وبعدها الصوت بيختفي تماما، وتوري بيتصدم وقال له استنى لسه عندي أسئلة كتير عايز أسألها لك. لكن للأسف ما كانش فيه أي رد. وهدى نفسه ولاحظ إن الصفحة اللي اتفتحت كانت مقروءة عادي، بس اللي بعدها برضه مش راضية تتفتح بأي شكل. مش فاهم ايه المطلوب منه، بس بفضل الكتاب قدر دلوقتي انه يحصل على حجر سحر ضخم. وقال لنفسه ان لو باعه دلوقتي يقدر يشتري لاخوه دواء، ويمكن كمان يجيب هدوم لاخواته ساشا وليام، وياكل اكل محترم لاول مره في حياته. وبعدها توري بيرجع البلوره تاني للتخزين، لان محل التبديل كان قافل في الوقت ده. وقرر انه يبدلها في صباح اليوم التاني، وكان سعيد بشكل كبير لانه عمره ما حس بالنجاح ده قبل كده. وبعد ساعات رجع تاني للبيت، ولقى ساشا وليام بيتدربوا بشكل جيد. وساشا جريت عليه وهي فرحانه، وتوري سالهم انتوا بتتمرنوا على السحر؟ وليام قال له ايوه، نفسي استخدم السحر زيك. وساشا هنا بتساله عملت ايه النهارده؟ وتوري بدا يفكر شويه وقال له انا ضربت سلايم وكمان قريت كتاب، لكنه ما قالهمش ان كاهل كان بيجري وراه وكان هيموته. وليام بعدها بيستغرب غريب عليك انت ازاي بتقرا كتاب؟ وتوري بيطلع الكتاب ويوريه لهم، ولكنهم ما شافوش اي حاجه في ايده. وليام بتضحك وقالت له يبطل هزار. وقتها توري فهم ان الكتاب مش ظاهر غير ليه هو بس. وساشا قالت له يتفرج على السحر بتاعها، ومسكت عصايه وقالت تعويذه الاشتعال، وطلع منها نار. لكن المفاجاه انها كانت ضعيفه ومولعتش الخشب. اما الاستغراب بتاعها انها كانت شغاله من شويه ونار كانت اقوى من كده. وتوري بعدها قرر يوريها التعويذه الصح، وشغل التعويذه الحقيقيه والخشب ولع بشكل جيد. وليام شجرته وقال لها انه شاطر جدا في سحر الحياه. وتوري اعتذر وقال لهم انه ما يعرفش حاجه في الدنيا غير سحر الحياه، بس قال لهم يتفرجوا على حاجه مذهله هو جابها بيه. بص حواليه وما لقاش حد غريب، فطلع الحاجه من التخزين ونور قوي جدا لمع في المكان، ومن غير ما يعرف ان في 3 رجاله كانوا شايفين النور واتشدوا ليه. وساشا وليام اتصدموا من حجم الحجر. وليام سالته لقيت الحجر الكبير ده فين؟ وفجاه ال3 رجاله قربوا، وتوري اتخض، ما كانش متوقع انهم مستخبين وبيراقبوه. واضح ان كاهل ما كانش معاهم. اما الراجل التخين فقال له سرقت الحاجه دي منين يا ولد؟ رد عليا. واحد تاني ضحك وقال له عشان فقير بقيت حرامي. وتوري قال لهم انه لقاها في الغابه. والراجل الضخم قال له بلاش كدب يا ولد، لو جوهره بالحجم ده كانت موجوده كنا لقيناها احنا كمان قبل منك. وقال له يوريهم الحجر حالا. وتوري اتلخبط وقال لهم مش حاجه كبيره قوي يعني. والراجل مد ايده عشان ياخده، بس توري شد ايده بسرعه. واليوم اللي كان فاكره حلو قلب فجاه، وشاف ايدين اخواته بتترعش ووشهم مصدوم من الخوف. وقال له نفسه انه عايز اخواته يفتكروا اليوم ده انه حلو برضه. وقتها قرر انه مش هيدي البلوره لحد مهما حصل، ورجعها تاني للتخزين. والكل بيتصدم. وهنا الراجل بيقول له انت ما سمعتش كلامي؟ انت شكل سمعك تقيل، انا قلت لك هات الجوهره. وهنا توري بيحضن اخته وقال في نفسه مستحيل اسيب حاجه جبتها بعد عذاب وجحيم. وحاول يطلع سيفه، بس افتكر انه رماه في الكهف. وقرب من ساشا وليام وهمس ليهم انه هيجري شويه، وطفى النار فجاه والمكان غرق في الضلمه. وقال لهم هم كمان يجروا، وهم سمعوا كلامه. والراجل الضخم اتعصب جدا وشغل تسريع الحركه وضرب توري ووقعه على الارض وقعه قويه، والكتاب وقع من الشنطه. وقال له بسخريه فاكر الضلمه دي هتنقذك؟ دي حركه رخيصه جدا. وهنا اخواته وقفوا عشان يشوفوا اخوهم، بس توري صرخ فيهم امشوا انا كويس روحوا على البيت. وهنا الراجل الضخم بدا يضرب الولد توري كذا لكمه ورا بعض، وبيقول له انك ضعيف، ومع كده دايما كنت بتحاول تتصنع القوه.
وفي الوقت اللي الولد توري كان مستحمل فيه الضرب قدر يفعل سحر الإضاءة فجأة، والنور القوي عمل الراجل الضخم وخلاه مش شايف قدامه، واستغل توري الفرصة وقدر إنه يهرب. لكن الشخص التاني فعل تعويذ الكروم المتحركة، وهنا الكروم لفت على رجول إخواته وثبتتهم في مكانهم، والراجل سخر منه وقال له الجو كان ضلمة وكان حلو جدا، إيه اللي يخليك تنوره بالشكل ده؟ وهنا توري رجع جري تاني عشان ينقذ إخواته، لكن الراجل أمره إنه يتوقف وحرك الكروم ولفها حوالين أخته. وهنا توري صرخ فيهم وطلب منهم إنهم يتوقفوا، لكن الراجل قال له إن ده يعتمد عليك أنت، لو ما سلمتناش الجوهرة بسرعة وش أختك الصغير ده مش هتشوفه تاني للأبد. وهنا توري صرخ بقلق وطلب منه إنه يبعد عنها، لكن الراجل فعل كرة مية وضربه بيها. وهنا توري حاول يستخدم سحر التجفيف عشان يقدر يوقف المفعول بتاعها، بس السحر كان ضعيف جدا، ومع كده رفض إنه يستسلم، وفعل بعدها السحر الخاص بالاشتعال. وعلى طول الراجل التاني استخدم المطر وطفى النار وسأله بسخرية: انت فاكر نفسك بتعمل ايه؟ ازاي متخيل انك ممكن تكسب بسحر الحياة؟ والراجل التاني ضحك وهو دايس على توري وقال له ان حتى طفل يقدر يستخدم سحر الحياة، وان فعلا حالته مثيرة للشفقة، وكمان قال له انه غبي عشان فكر يواجههم وهو ما عندوش غير سحر ضعيف وهم بيدوسوا عليه. توري قال لنفسه انه اتحمس زيادة لما خد الحجر السحري، وانه مستحيل يكسب قدامهم، مش كل يوم هيجي حظه فيها يبقى حلو بالشكل ده. في اللحظة دي فعل التخزين وطلع الحجر السحري، والحجر اتدحرج على الأرض لحد ما وصل جنب الكتاب، وأول ما الحجر لمس الكتاب الكتاب نور. وساعتها خرج صوت الراجل صاحب اللحية وقال: واضح إنك في موقف صعب دلوقتي، والفصل اللي جاي هو الفصل التاني، وهعلمك دلوقتي طرق القتال، وكل ده باستخدام الحجر السحري. وتوري ما كانش متوقع إن الصفحة الجديدة تتفتح في اللحظة دي. والراجل صاحب اللحية قال لي إن أول خطوة دلوقتي هي استخدام طرق القتال بالأحجار السحرية، وهي إنك تلقي تعويذة على الحجر السحري نفسه. وتوري استغرب جدا وسأله يعني إيه؟ وهنا الصوت صاحب اللحية بيقول له: أنت عارف بيحصل إيه لما تدخل تدفق مانا مختلف في مانا مضغوطة؟ وفي نفس الوقت الراجل الضخم انحنى ومسك الحجر وانبهر جدا بحجمه، وكان متأكد إنه هيتباع بسعر غالي. وتوري قال لنفسه إن زي ما كان متوقع مفيش حد غيره شايف الكتاب أو حتى سامع صوت الراجل، والأهم من ده كله إنه أصلا ما يعرفش يعني إيه مانا مضغوطة، وفكر إن صاحب اللحية أكيد يقصد الحجر السحري نفسه. وصاحب صوت اللحية قال له إن ده مش وقت تعب أو حتى تردد، ولو عايز تغير الوضع دلوقتي لازم تنفذ اللي بقوله. وتوري رفع إيده، وتوري استخدم طريقة القتال اللي اتعلمها، وقدر إنه يفعل السحر الخاص بالاشتعال، ووجه مباشرة الحجر السحري، لأن أول خطوة هي إلقاء تعويذة على الحجر، والنار بتلمس الحجر. وفي الأول اتصدم لأن ما حصلش أي حاجة، وصمت ولحظة شك بدأت تدور في دماغه. وبعدين الحجر بلع النار كلها كأنه كان جعان وحبس اللهب جواه. وهنا الراجل الضخم وقف في مكانه وعلامات الصدمة كانت باينة على وشه، وبعدها اتحولت لغضب أعمى، وهو مش فاهم توري عمل إيه بالظبط. وبأسلوبه الغبي حول الحيرة لإهانات. والراجل صاحب اللحية بكل هدوءه المعتاد شرح إن الأحجار السحرية المضغوطة مش بس بتخزن السحر، دي كمان بتستطيع إنها تضخمه وبعدين بتطلعه أقوى وأعنف من مكان. وقبل حتى ما كلامه يخلص الحجر أثبت صحة كلامه وانفجر بانفجار ناري عنيف هز الأرض، وصوته رعب الناس، والراجل الضخم اتغطى بالنار تقريبا وجسمه كان بيتحرق قدام الكل. أما رجالته فتراجعوا وهم مرعوبين كأنهم شافوا الحاكم بتاعهم بينزف. وساشا وويليام وقفوا متجمدين في مكانهم من الصدمة وهم باصين على أخوهم. وتوري نفسه ما كانش مصدق اللي حصل ولا قادر يستوعب القوة اللي أطلقها. والعملاق هنا بيصرخ: أنا اتحرقت، أنا اتحرقت، حد ينقذني. وفي الآخر وقع الحجر من إيده، لكن للأسف كان بعد فوات الأوان، النار خلاص كانت سيطرت عليه، وكل رجالته حاولوا بجنون إنهم يطفوا اللهب، والنار دي ما كانتش حاجة ممكن تنطفي. وبعد دقيقة واحدة قائدهم وقع على الأرض، نصه رماد والنص التاني عبارة عن جثة. والمشهد كان قاسي جدا لدرجة إنه ما ينفعش يتوصف. ووسط كل ده الراجل صاحب اللحية اللي في الكتاب استغل اللحظة وبدأ يشرح كأن ساحة القتال فصل دراسي، وقال لتوري إن شرارة سحره كانت ضعيفة، لكن الأحجار السحرية شايلة بداخلها محيطات مانا وكانت مضغوطة بشكل كبير متاخدة من الوحوش اللي خرجت منها. وضاف كمان إن الحجر السحري مش مجرد حجر عادي، ده عبارة عن كيان حي ومليان بالطاقة. وهنا توري كان مصدوم مش مصدق اللي هو بيسمعه، وما كانش خالص متوقع حاجة زي دي. وهنا صاحب اللحية قال له يركن الدهشة على جنب دلوقتي ويركز مع اللصين التانيين اللي بدأوا يندفعوا عليه. وهنا الاتنين كانوا أغبياء بيجروا ناحية نار مستحيل إنهم يطفوها،
وحاولوا ينقذوا صاحبهم اللي مولع فيه النار، كأنهم قرروا إنه يموتوا معاه. أما النهاية فكانت متوقعة، صراخ وفوضى، واكتشاف صادم إن العملاق خلاص مات وما عادش راجع. وغضبهم بعد كده بيتحول لحقد، وكله اتوجه ناحية توري، وفضلوا يشتموه ويسألوه هو عمل إيه بالظبط. لكن توري كان واقف بالعافية، وكان كل تركيزه على إخواته ساشا وليام، وفكر إزاي ينقذهم. لكن هنا صاحب اللحية بيقاطعه، وقال له إنه في خطوة تانية للقتال بالحجر السحري. الخطوة التانية إنك تجبر العدو إنه يلمس الحجر. وهنا توري بيتخض، وقال إزاي يخلي حد يقدر يمسك حجر مولع بالنار. صاحب اللحية شرح له إن الحياة قاسية جدا، وبما إن توري حط مانا جوه الحجر السحري، فالحجر اعترف بيه كصاحبه، وأي حد غيره هيلمسه هيتعامل كعدو ويتحرق فورا. لكن الملكية دي مش أبدية أكيد، سحر أقوى ممكن يمسحها. يعني لو اللصوص ضربوه بسحر أقوى، السيطرة هتتنقل ليهم حالا. صاحب اللحية شدد على النقطة دي أكتر من مرة، وقال له أولوية توري مش إخواته، الأولوية دلوقتي هي حماية الحجر اللي ممكن يحميه هو وإخواته. وهنا توري بيجز على سمم الغضب، الكلام كان سهل من واحد ما عندوش عيلة يحميها. وبص لساشا وويليام، والخوف في عينيهم وجعه جدا من جواه، وافتكر أخوه نايل، أخوه الكبير اللي كان قاعد مريض في البيت، وسأل نفسه يا ترى أخويا نايل لو كان مكاني كان هيعمل إيه دلوقتي. وبعد تفكير قال أخويا استحالة كان يتراجع ولا نزل فاسه غير لما العدو يقع. والذكرى دي علمت جدا معاه. وفي نفس اللحظة واحد من اللصوص اللي فاضلين قرر انه يخلص، وخصوصا انه ما كسبش وياخد الجوهرة ويهرب. ومد ايده للحجر، والحجر رد في لحظة، والنار مزقته كله بالكامل. جسمه اتحول لرماد ووقع على الارض، ودي كانت جزات الطمع. وتوري وقف متجمد، وبيقول واحد تاني راح، ووحش جديد اتولد بسبب الحجر. وصاحب اللحية شرح بهدوء ان الحجر بيهاجم اي حد مش معترف بيه باستخدام نفس التعويذة اللي اتزرعت فيه، وهو بيطيع اول واحد حط المانا فيه وبس. لكن التحذير جه بسرعة، لو حد جه ضربه بسحر أقوى التحكم هينتقل فورا. وده حصر توري في زاوية صعبة. وهنا صاحب اللحية بيأكد عليه تاني، ويقول له انسى موضوع اخواتك ساشا ويليام دلوقتي، خلي تركيزك كله في الحجر. وتوري انفجر من الغضب، وقال له ان ده جنان، وانه مستحيل يختار حجر على دم اخواته، واقسم ان عمره ما هيفضل جوهرة عليهم. واخر عدو ما ضيعش وقت، وكان بيبص ويبرق للحجر وهو متقطع نصين ما بين الخوف وما بين الطمع. كان عارف إن لمسة ممكن تقضي عليه، لكن تدميره ممكن ينهي المعركة. وبدأ يجهز تعويذة قوية جدا قادرة إنها تكسر الحجر. وصاحب اللحية اتوتر، وقال لو الراجل ده نجح الملكية هتتنقل ليه، وساعتها توري هيبقى عبارة عن رماد بسبب سلاحه. وحاول صاحب اللحية إنه يصرخ فيه يفكر بهدوء ويحسبها، لكن توري ما استناش، واتحرك أسرع من أي حد متوقع، وخطف الحجر بإيده بشكل مباشر. وهنا الصدمة كانت على وش الجميع، وصاحب اللحية سأله مش المفروض تنقذ اخواتك الاول؟ وتوري كان عنده الاجابه. افتكر اخوه نايل اللي عمره ما تراجع ولا خاف، وافتكر صاحب اللحيه اللي انقذ حياته قبل كده وقال له انا واثق فيك. وبصراحه انه قرر يحط ثقته كلها فيه، حتى لو ده معناه انه يرمي نفسه في النار. والاول مره صاحب اللحيه بيبتسم ابتسامه عريضه، كانت دي بالظبط الروح الصح، الخطوه الاخيره اللي قربت. لكن اخر واحد من اللصوص ما كانش ناوي انه يستسلم، وابتسم بسخريه، وكان مولع جدا من الغضب، وغير اتجاه تعويذته مش ناحية توري لكن ناحية ساشا وويليام، وكان عايز يكسره عن طريق عيلته. في اللحظة دي صاحب اللحية صرخ بالخطوة الثالثة، وقال لتوري افتكر الوحش اللي البلورة طلعت منه. وهنا عقل توري رجع فورا للوحش اللي قضى عليه واللي سقطت منه البلورة، وركز بكل قوته، والبلورة استجابت فعلا، وسحر الوحش اتكون في ايده، وقوة مرعبة بدأت تتكون، نسخة حقيقية من قوة الوحش نفسه. وهنا صاحب اللحية بيبتسم، وقال واضح ان توري عنده موهبة حقيقية. وهنا هجوم اللص اندفع ناحية ساشا وويليام، لكن توري رد في نفس اللحظة، وسحر الوحش انفجر وابتلع التعويذة ورجعها تاني على صاحبها. والقوة رمت اللص على الأرض زي عبارة عن دمية صغيرة متقطعة. أما ساشا فبتشهق من الذهول، إيه اللي هي شايفاه ده؟ معقول ده يكون أخوها؟ وبصت لتوري وهي بتقول له اللي أنت بتعمله ده مذهل. أما توري نفسه كان باصص لإيده مش مصدق اللي حصل، ده مش سحر الحياة، ده سحر الوحش الحقيقي طالع مباشرة من البلورة. واللص كان مرمي على الأرض مكسور ومليان حقد، وسأل توري إيه السحر المرعب اللي أنت بتمتلكه ده؟ لكن توري ما ردش عليه، بس بصله من فوق واستغرب، هو إزاي كان خايف من شخص ضعيف بالشكل ده؟ والخوف اللي جواه اختفى وتحول لاشمئزاز. وهنا اللص المحاصر بدأ يعمل أقوى تعويذة عنده، وصوته كان بيترعش من اليأس، وسماها الضربة القاضية. والقوة اندفعت ناحية توري، لكن توري كان ثابت في مكانه،
وكان محاط بسحر الوحش حواليه، واللي قدر انه يمتص الهجوم كله ويمزقوا القطع كأنه ولا حاجة. واللص بيصرخ بجنون، مش فاهم ازاي قوته بتنهار قدام توري. وصوت صاحب اللحية قطع الفوضى اللي بتحصل، وقال خلاص الوقت جه للخطوة الأخيرة. وبدأ يوضح الحقيقة، وتوري فهم الأساسيات إن السيطرة الحقيقية معناها الخيال. لو قدرت تتخيل القوة هتقدر إنك تشكلها. وبدأ يقول لتوري إنك لو مسكت يوم بلورتين تنين فسحر التنين نفسه هيخضع ليك، ودي هتكون متعة البلورات السحرية، لأنها عبارة عن قوة بلا حدود مختفية في شكل حجر. وسأل صاحب اللحية توري مش حاسس بالإثارة؟ وهنا توري بيرد عليه وهو مبتسم، واعترف إن الفكرة خلت دمه يولع من الإثارة. وبثقة عالية لف ناحية آخر عدو، وقال له إن ده رد لكل اللي حصل لنايل وعيلته. واللص كان عرقان وقاعد مرعوب وخايف لدرجة إنه طلب منه الرحمة، لكن توري ما كانش عنده مزاج إنه يسامحه. وهجومه نزل زي الطوفان عليه لدرجة إنه مزق العدو في كل اتجاه لحد ما وقع وهو فاقد الوعي. أما جنبه فكانوا أصحابه المحترقين، والمكان سكت فجأة، وكل الأعداء حوالين منهم كانوا مهزومين. وتوري وقف لحظة مش مصدق، هو أنا معقول كسبت؟ والولد اللي كان دايما بيتداس عليه حقق أول انتصار حقيقي في حياته. وهنا ساشا بدأت تتكلم وجريت ناحية أخوها وحضنته بقوة، ونادت على أخوها بكل فخر لدرجة إنها كانت هتوقعه في الأرض. وتوري اتوتر جدا وفضل يتأكد إن إخواته بخير، لكن أخته ضحكت وقالت له إنها تمام، وقالت كمان إنه كان قوي جدا وشكله كان جامد في القتال. والكلام ده وجعه جدا من أي حاجة حصلت. وليام كان واقف براه مصدوم، وسأل توري إيه السحر اللي أنت استخدمته؟ واضح إنه مش سحر الحياة نهائي. وتوري حاول يعدي الموضوع وقال لهم ما تشغلوش بالكم، وقرر يحتفظ بالسر لنفسه. والمهم إن التلاتة عايشين وراجعين دلوقتي البيت سوا، والتوتر راح معاهم. وتوري ابتسم وقال لهم آخر واحد يوصل البيت هو اللي يغسل الأطباق النهاردة. وساشا وويليام طلعوا يجروا، وساشا وويليام اعترضوا على الكلام بس عينيهم كانت مليانة فرحة. وقبل ما يجروا هما التلاتة توري وقفهم وقال ما يقولوش نايل اللي حصل. وليام سأله ليه، وتوري فكره إن نايل أخونا مانع أي قتال بره البيت، وأحسن حاجة إن الموضوع يفضل سر ما بينهم. وهنا الإخوات بيوافقوا، بس ساشا ما استحملتش غير نص دقيقة بس. وأول ما دخلوا البيت صرخت بفرح وبدأت تحكي كل حاجة. وتوري اضطر إنه يحط إيده على بقها وهو بيهمس إن مفيش حاجة حصلت، لكن عينيه وقعت على نايل مش نايم على السرير لكنه واقف. وقلب توري وقع في رجله، جري عليه وطلب منه إنه يرتاح، لكن نايل قال له إنه كان قلقان جدا عشان توري اتأخر. أما الأسوأ إنه شاف إصابة توري وسأله هل جمع البلورات كان قاسي جدا للدرجة دي؟ وهنا توري بيعترف وبيعتذر، ونايل حاول يطمنه لكن جسمه خانه ورجليه ما شالتوش، وللأسف وقع على الأرض. وقلب توري اتقبض جامد من الخوف ويسأل يا ترى أخويا حصل له إيه؟ فتروي بيأمر إخواته ساشا وويليام إنهم يساعدوا نايل يرجع ينام تاني على سريره، وقال له إن أخوهم محتاج راحة دلوقتي أكتر من أي وقت فات. وبعد كده بيقعدوا كلهم يتناولوا العشاء ويخشوا يناموا. بس توري بنفسه معرفش ينام، وكان صاحي طول الليل باصص على أخوه نايل، وبيقول في نفسه إنه ما ينفعش يحكي له الحقيقة. ونايل شايل هموم كتيرة لوحده، وطلع الكتاب من غير ما أخوه يحس، وأسراره لسه مش سايباه في حاله، وصفحة واحدة بس هي اللي كانت اتفتحت يوم القلادة ما لمسته. وفي الليلة دي الذكرى رجعت، وبص على القلادة اللي موجودة في رقبته وفضل يفكر يا ترى فعلا في علاقة بينهم. وفجأة اللحية ظهرت كعادته من العدم، وتوري بيتفزع وكان بيصرخ في صمت، وجري يبص على اخواته عشان يشوف لو كان حد فيهم صحي وسمعه. بس لحسن حظه كلهم كانوا نايمين، وزعق له بصوت واطي وقال له يبطل يظهر كده فجأة زي الأشباح لما بتظهر في نص الليل. أما صاحب اللحية فقال له بهدوء إنه بس جه عشان يضيف حاجة صغيرة. وتوري وهو متضايق بص له بحذر وخرج بره عشان يتكلم معاه. وفي وسط عتمة الليل توري بيحذره إنه ما يعملش كده تاني، واللحية بيطمنه ويقول له ما تقلقش محدش غيرك يقدر يشوفني أو يسمعني. وتروي ساعتها بيرد عليه بعصبية ويقول إن عندي ظروفي. وهنا الراجل صاحب اللحية وشه بيتغير وقال له ما تعتمدش عليا بشكل كبير وقت ما تحتاجني. وبعدها دخل في الموضوع وقال له إن اللي جاي تروي هيقدر يجمع بلورات سحرية أكتر، وأنا خلاص علمتك تعمل إيه. بس أي مغامر لازم تعرف إنه بيكون محتاج للفلوس، ومن غيرها هيبقى واقف في مكانه. وتروي سأله أنت تقصد إن أنا أبيع البلورات؟ وصاحب اللحية بيأكد له وقال له طالما بقيت بتعرف تطلع البلورات من السلايم يبقى ملوش لازمة إنك تخبي البلورة اللي معاك، وهو أصلا بقى أقوى من الأول، وكمان بقيت أقوى حتى من امبارح. والكلام ده هز تروي لأنه ما كانش واخد باله إنه اتغير حتى في شكله. وصاحب اللحية قال له تصبح على خير واختفى كالعادة، وساب تروي يتنهب من أنانيته.
بس بالرغم من كده كلامه كان صح جدا، الفلوس مهمة، وقرر انه من بكرة لازم يودي البلورة دي عشان يغيرها ويستبدلها بأموال طائلة. والصبح بيجي عليه وتوري بينفذ خطته، ولبس حاجة تخفيه عن الناس، لبس خوذة قديمة وعمل لنفسه دقن من القطن، وهدوم كانت قديمة عنده باين عليها انها مهرية من زمان. كان نفسه في الوقت ده محدش يعرفه ولا يعرف شخصيته الحقيقية، انه مساعد في معسكر داخل عشان يبيع بلورة نادرة، والا الناس كانت تشتريها منه بتمن بخس. واول ما دخل الصرافة الهمس بدأ، ومغامرين بدأ يبصوا عليه ويقولوا ده اكيد عجوز جاي يبيع اللي معاه قبل ما يموت. وفي واحد تاني بدأ يسخر منه وقال له شكله معوش غير حجارة ملهاش أي لازمة. أما تروي فبيبتسم في سره وقال تمام، انتوا دلوقتي بتستهينوا بيا. وطلع ساعتها البلورة على الترابيزة بثقة، والمكان كله سكت فجأة، وعيون بدأت تتفتح والناس بدأت تشهق من الصدمة. معقول ده معاه بلورة؟ وفي واحد بيصرخ وبينادي على المدير ويسأله ايه ده؟ وفي ناس افتكرت العجوز ده عبارة عن شخص مغامر أسطوري، لأن عمرهم ما شافوا بلورة بالقوة وبالحجم ده. وهنا تروي شبك دراعاته وقال لهم شفتوا انا ايه بالنسبه لكم؟ فعلا في العالم ده لو الناس استصغرتك مش هيشتروا منك حاجه مهما كانت الحاجه دي نادره. اللعب على النفسيه هو اللي بيمشي السوق ويخليك تبيع بضاعتك. نايل اخويا دايما كان بيقول لي الكلام دوت. وفعلا باع البلوره وهو لسه عامل نفسه فيها راجل عجوز، وماشي وهو متنكر لحد لما لقى مكان فاضي وشال كل الادوات اللي هو متنكر بيها من اللبس ومن الدق، وبدا يعد الفلوس. واتصدم لما لقى اللي معاه عبارة عن عملة ذهب واحدة، لأنه كان أول مرة في حياته يمسك عملة ذهبية. وبدأ يضحك ويعرق وهو مش مصدق نفسه، ويقول معقول عملة ذهب؟ دي أكيد هتكفيني وهتكفي كمان علاج أخويا نايل وإيجار البيت وأكل واشتري لنفسي هدوم. أنا الليلة دي لازم أعمل لهم وليمة. بس الفرحة بتاعته ما كملتش، لأن في إيد مسكته فجأة، وده كان عبارة عن رئيس النقابة، وصوته كان مليان غضب وهو بيقول له إزاي واحد حقير زيك يبقى معاه عملة ذهب؟ وتروي اتجمد في مكانه كأن لسانه اتربط والعرق بقى ينزل منه، وبدأ يشتم في حظه ويقول اللعنة أنا حظي ليه سيء كده، ليه يهجم عليا في اللحظة دي؟ وقبل ما الموقف يسخن أكتر العملة اختفت من إيده، وتروي ورئيس النقابة لفوا في نفس اللحظة. واحد حرامي واقف على الركن مسك العملة وبدأ يقلبها بإيده، وبدأ يبص لهم بابتسامة مستفزة، وقال لهم مثل قديم وهو بيضحك إن كلبين لما بيتخانقوا على عظمة التالت هو اللي بياخدها وبياكلها. وضحك ونادى على تروي وقال له انت شخص مهمل ما تستحقش يكون معاك حاجه زي دي. وبعد كده بينط على واحد من سطوح احد المباني واختفى قدام عينيه. وتروي ورئيس النقابه بيصرخوا عليه، بس للاسف ما كانش فيه اي فايده. وتروي بعدها بيرجع البيت وهو مكسور، واليأس كان بياكله من جواه، وبدأ يشتم اللحية ويلعنها عشان سابه في وقت مهم زي ده، وما كانش فيه أي رد من الكتاب كأنه عبارة عن شخص ميت. وهنا اخواته اللي قاعدين كانوا مستنيينه يجيب لهم أكل حلو، ولكن للأسف رجع لهم بيت فاضية وكارثة أكبر. بس أول ما دخل البيت الفرح اتحول لفزع، صوت ساشا ويليام وهما بيصرخوا والضربة فزعت قلبه. حالة نايل ساءت عن الأول فجأة، والسم رجع أقوى من الأول، وشه بقى شاحب وجسمه بقى تقيل وبيقع كل ما يقف. أما توري أمر إخواته إنهم يفضلوا جنب نايل ويقعدوا يراقبوه، وبعد كده بيجري بأقصى سرعة عنده ناحية الدكتور. وأول ما دخل العيادة سمع صوت مألوف، ده كان عبارة عن الحرامي الحقير كان واقف هناك وبيحاول يدفع تمن الدواء بالعملة الذهب اللي سرقها. وتوري الغضب بيولع جواه واندفع ناحيته، لكن الحرامي خطف العملة بسرعة وأنكر كل حاجة. وهنا الولد توري بيصرخ وقال إن العملة دي بتاعتي، لكن الدكتور هنا بيقاطعه وطلب منهم إنهم يهدوا، هما في عيادة، وسأله أنت جاي ليه؟ فتوري ترجاه إنه يديله الدواء بتاع أخوه نايل لأن نايل بيموت. والدكتور رد عليه بحزن قال له للأسف مفيش دواء، مخزون بذرة الدريدة خلاص خلص، وهي عبارة عن المكون الحقيقي اللي بيقدر إنه يعالج سم البازلكس، وكمان طرق الإمداد مقطوعة. وكمان الحرامي بيطلب نفس الطلب وللأسف هو كمان منفعش. وهنا قلب توري وقع من الخوف، من غير بذرة مفيش علاج لأخوه، ونايل كده مش هيستحمل الألم. لكن فجأة بيظهر لي أمل. الدكتور قال له إن البذور دي بتنبت عند جذور الشجرة الأم العظيمة موجودة في غابة جورما، منطقة خطيرة مليانة وحوش أخطر. وتوري ما اهتمش بالكلام وقال له أكيد هروح. وبعدها الحرامي هو كمان بيتدخل وعرف نفسه إن اسمه كلاي، وهو كمان محتاج نفس الدواء لأخوه، وكان راح جورما قبل كده. والدكتور حاول إنه يمنعهم ويحذرهم، بس للأسف مفيش حاجة كانت هتوقفهم. وتوري وكلاي عملوا اتفاق غصب عنهم، هم عبارة عن خصمين بس للأسف الأقدار حطتهم في نفس الطريق،
وبيدخلوا الغابة اللي بيكون السكوت بيعم فيها. وساعات عدت والتوتر بقى حوالين منهم في كل ناحية، وكلاي كان بيجري بسرعة وبيحاول يستفز تروي عشان يلحقوا يجروا ورا منه. أما تروي فبيشتمه ويشتم سرعته، لكنه افتكر إن حياة أخوه على وشك إنها تنتهي، والأول مرة بيشوف نفسه إنه لازم يحصل عدوه، لأن دلوقتي في 2 شباب حياتهم متعلقة بيهم. وأخيرا وصلوا للشجرة، الشجرة الأم اللي كانت واقفة ضخمة وحية، رمز لقوة الطبيعة. وعند جذورها البذور كانت بتلمع، والارتياح غرق تروي واندفع وهو بيصرخ إنهم خلاص لقوا الشجرة. لكن كلاي بينده عليه: استنى استنى. لكن للأسف كان فات الأوان، والبذور اتحركت من مكانها والجذور اتشققت وكانت عاملة زي أفواه بتتفتح. ودي ما كانتش عبارة عن بذور، ودي كانت وحوش، عبارة عن دريادات في شكلهم الحقيقي، حوريات للأشجار، وهي وحوش قاتلة. وتور اتجمد من الرعب وصرخ وهو بيرجع لورا، لكن الوحوش بتندفع عليه والكروم اتلفت، وفي لحظة بلعه بالكامل. وتوري ساعتها بيتبلع جوه البلاندا، وحش نباتي ضخم كبير، وساب كلاي وهو مصدوم. وكلاي بدأ يتمتم إن الوحوش دي مش نباتات عادية، بياكلوا البشر وكمان بيكبروا من غير حدود. وده بيفسر له ليه بذرة الدرايد مش سهل الحصول عليها. وافتكر ساعتها إن الهضم عندهم شبه فوري، وإن النجاة جوه الحمض الحارق شبه مستحيلة. وجوه معدة الوحش تروي لقى نفسه محاط بريحة مقرفة وطين لازج جدا، واستوعب بصدمة إنه اتاكل في ثانية. الذعر مسكه والحمض بدأ يترش على هدومه وعلى جزمته، وبدأ يسيحهم بسهولة مرعبة. وحاول يمسك في السيقان اللزجة ويقاوم، لكن إيده اتزحلقت ووقع أعمق جوه المعدة واتخبط خبطة كسرت له عظمه. وساعتها الحمض بينزل على جسمه ولسع جلده وهو ضاغط على لسانه من الألم ومتأكد خلاص إن نهايته قربت. ولكن فجأة رجله خبطت في حاجة ناشفة، وبيبص لتحت ولها عبارة عن كريستالة صفرة بتلمع مدفونة وسط القذارة. وبيتصدم ازاي كريستالة سحرية تبقى موجودة جوه وحش زي ده. بس الأمل بدأ يرجع له تاني ولمعت تاني عينيه، ولو القوة دي موجودة هنا يمكن تكون طريقه للنجاة. وطلع الكتاب السحري وهو كان بيترعش من الخوف وعايز يستدعي صاحب اللحية، والكتاب وقع من ايده. لكن الحظ ساعتها هنا بيتدخل، ونزل الكتاب بشكل مباشر على الكريستالة، والاصطدام بيفجر طاقة هائلة وشتت الطين والحمض في كل اتجاه بعيد عنه. وتوري قدر يقف في العافية ومبهور ومرتعش من نجاته بأعجوبة. وفي وسط النور ظهر صاحب اللحية وقال إن غلطة واحدة كانت كفيلة إنها تقضي على حياته. والروح ساعتها فسرت إن ما بيظهرش غير لما بيحصل على تدفق مانا مرتبط بكريستالة سحرية، والمرة الجاية لو عايزه لازم يلوح بالكريستال الأول. وهنا توري بيتضايق لأن المعلومة دي ما اتقالتلوش قبل كده، وصاحب اللحية هنا بيعتذر له ويقول له المفروض إنك كنت عارف. ومن غير ما يضيع وقت صاحب اللحية ركز على الواقع الخطر، وقال له إن النجاة بتعتمد على الحصول على كريستالة السحر الأساسية، وإنهم هيبدأوا فصل جديد وهو استخدام الأحجار السحرية. وبره كلي كان بيقاتل البلاندا بجنون، وكان متوقع الوحش يهدى شوية وقت الهضم، لكن بالعكس ده الشراسة بتاعته كانت بتزيد، وقبض على إيده وهو متغاظ وهو بيفكر بمرارة وغصب عنه بيقول إن من غير البذور حياة أخوه الصغير هتضيع. واعتذر لتروي في سره وخد قرار إن حتى لو اضطريت إن أحرق تروي والكوكب كله هعمل كده عشان خاطر أخويا. وبدأ يفتح الهدوم بتاعته وطلع أنبوبة مليانة مساحيق خطيرة، وهو عارف إن وحش النبات ضعيف قدام النار. وخلط المسحوق اللي معاه بمسحوق السلايم وكمان مسحوق القنابل ورماهم مع بعض. وبعدها بيحصل انفجار ناري عنيف غطى الوحش بالكامل، خلاه يصرخ ويتلوى ويتدحرج على أرض الغابة عشان يطفي النار. وكلاي بيتفاجئ لأن الوحش بيستخدم جسمه بذكاء مش مجرد غريزة. لكن قبل ما يستغل الفرصة البلاندا كسرت الغصن اللي تحت كلاي وهجمته بجنون، وكلاي بيتفادى الهجوم بصعوبة وطرف الهوا بسحر الرفع وهو بيضرب عليها تعويذ ورا بعض. وفي وسط الفوضى لاحظ حاجة مهمة: رغم ان الوحش بيكبر الا ان تركيبه الحيوي ما اتغيرش نهائي، وما كانش عنده اسنان وكان ثابت في مكانه زي اي نبات عادي خطير بس حركته محدودة. وفجأة غصن منه اتجلد وخبط كلاي في الارض، والدم نزل من بقه وهو متحاصر، وبدأ يشتمه بصوت واطي ومتأكد ان في ثواني هيتم اكله وهضمه. وفجأة النباتات ابتدت تتشنج بعنف، وكلاي وهو متلخبط لمح فرصة وجمع آخر طاقة عنده وخلط مسحوق النمر مع مسحوق الذئب وطلع هجوم انفجاري قوي جدا. وسيقان النبات بدأت تتلخبط في بعض وتشبكت بشكل مجنون. وكلاي هجم عليهم تاني وخلق مسحوق بذرة سامة مع مسحوق تاني انفجاري وكمان مسحوق نحلة حمضية،
ورمى الخليط في أعصاب الوحش، والهجوم دمر كذا غصن، بس النبات كان لسه واقف ومش راضي يموت. أما كلاي فبيتنهب بمرارة لأن كل محاولاته فشلت، واكتشف إن الوحش أقوى مما كان يتوقع، وأقصى حاجة قدر يعملها إنه يحاول يبطأ من حركته. في اللحظة دي صوت طلع من جوه البلاندا بيشكره إنه عطله، وكلاي اتجمد في مكانه لأنه عارف الصوت وعارف صاحبه، ده صوت تروي. وجسم البلاندا بينتفخ وكبر، وبعدين انفجر انفجار عنيف، وفي وسط الدخانة شرنقة نزلت بهدوء على الأرض، وعيون كلاي وسعت وهو شايف تروي خارج منها، جسمه عريان من أثر الحمض اللي نزل عليه، بس كان عايش وكمان ماسك كريستالة في إيده. وتروي قال له وهو بيترعش من الارتياح إنه كان خلاص هيتهضم، بس نجا بالعافية، ودلوقتي بقى معاه الحجر السحري الأساسي للنبات. وهم كانوا مصدومين، وكلاي كان باصص له في صمت، وتوري شد جسمه متوقع إن كلاي يحاول يخطف الكريستالة منه زي ما حصل قبل كده. لكن بدل كل ده كلاي سأله ببرود: هي دي فعلا كريستالة السحر؟ وإزاي جبتها من جوه بطن الوحش؟ وتوري بيقلق منه لأنه عارف إنه لص، وعارف إن مفيش أي حاجة معاها تكون آمنة بشكل كامل، وإحساسه قال له إنه لو قال حاجة زيادة كلاي ممكن يخطفها منه بالقوة. فبدأ يلف ويدور عليه وقال له إنه مفيش وقت للأسئلة، والمهم دلوقتي إنهم يحاولوا يلموا البذور دي بأقصى سرعة قبل ما إخواتهم يموتوا. ومن غير تردد تروي بدأ يجمع البذور هو كمان من على الأرض، وخدها في إيديه وقال إن أخوه لسه ممكن ينقذ بيها. وبعدها الدكتور كان خلاص خلص تحضير الدواء من بذرة الدريدة، وسقى الجرعة النايل بهدوء، وقال إن بقائه دلوقتي معتمد على تحمل جسمه فقط، والعلاج المفروض يشتغل بس لازم جسمه يستحمله. وساعتها توري طلع نفس طويل، والأول مرة من بداية الكابوس حس بأمل حقيقي. وبعد شوية خرج بره وكان معاه جزء صغير من الدواء اللي فاضل، واداه لكلاي وقال له إن ده اللي يقدر يجهزه له دلوقتي والباقي يستنى. وكلاي أخد الدواء، وبصت عينه خلت توري يعرق لأنه كان عارف السؤال اللي جاي قبل ما كلاي يتكلم. توري انفجر وقال له بعصبية: ما تحاولش تحاسبني على الهدوم اللي استلفتها، ولا تاخد أكتر من نص المكافأة، ومش عايزك تدخل في اللي حصل جوه بطن الوحش، لكن كل اللي فات اعتبره مات دلوقتي. وكلاي بيسأله فعلا، وكان كلامه حاد جدا: انت عملت ايه جوه بطن الوحش؟ وهنا تروي وقف في مكانه وقال له: ده السؤال اللي كنت بهرب منه، لأنه ما ينفعش يشرح حكاية اللحية من غير ما يبان مجنون، ولا يقدر حتى إنه يقول الحقيقة من غير ما يخاطر بالكريستالة. وقبل كده بساعات كان جوه بطن الوحش لما الكتاب السحري وقع على الكريستالة، صاحب اللحية ظهر وكمل كلامه الغامض، وقال إن الفصل الثالث بدأ في الاستخدام الصح للكريستالات السحرية، والخطوة الأولى حسب كلامه إنك تحصل على كريستالة القلب الأساسية، وعلشان كده لازم تتبلع بشكل كامل. وتوري وقتها اتنرفز جدا وقال إن ده عبارة عن هزار سخيف، لأنه أصلا كان نصه سايح. وهنا الروح بتطمنه وتقول له إن النجاة ممكنة، وخصوصا لو التزم بالتعليمات بأقصى سرعة، وحذرته من التأخير لأن الحمض ساعتها هيقضي عليه بشكل كامل. وقال له إن الخطوة التانية لازم ينشر رماد في كل بطن الوحش. وفي الأول توري بيتخض وقال لنفسه: هيعمل رماد إزاي في مكان زي ده؟ أنا جوه بطن وحش. لحد ما لاحظ العظم المحروق اللي كان مالي القاع الحمضي. العظم ده ينفع إن يولع لو دخل في سحر، وفعلا باستخدام تعويذة نار عنده قدر إنه يولع فيه. بس صاحب اللحية زعق له وقال له كده مش كفاية، والحمض كان بيقرب منه وبياكل اللحم اللي حواليه، والوقت فعلا بدأ يخلص. وساعتها غصن كبير بيقع جوه بطن الوحش كان الوحش بلعه قبل كده في المعركة. وتوري فهم الفكرة وقدر انه يولع في الخشب كمان، والنار ساعتها بتولع بشكل كبير، بس صاحب اللحية كان لسه مصمم انه محتاج شغل اكتر. وفي لحظة يأس توري قلع هدومه اللي كانت بتسيح ورماها جوه النار، وفعلا اشتعلت على طول وتحولت هي كمان لرماد اسود لف في الهوا. وصاحب اللحية بيهز راسه وبيكون راضي جدا عن اللي بيحصل، وقال كده الخطوة خلاص التالتة تمت. وبعدها جه دور الهوا، وتوري جرب سحر عادي بس الهوا كان ضعيف جدا، بالعافية قدر يحرك النار. أما صاحب اللحية بدأ يسخر منه، وبعدين شاور على كريستالة مغروسة في اللحم وبقايا وحش طائر صخري. ولما استعمل قوتها توري أطلق سحر الأجنحة، وكمان عمل إعصار كامل ضرب المكان كله، وساعتها الرماد انتشر على جدران البطن الحمضية في كل مكان. وصاحب اللحية بدأ يشرح إن الرماد هيعادل حمض الوحش. فعلا الوحش بدأ يصرخ بعنف وبطنه بدأت تتشنج من الوجع، وفي أضعف لحظة ليه كريستالة القلب ظهرت من نص جسمه وهي بتنور بلون غريب، والطري خطفها وهو حاسس بانتصار. وصاحب اللحية صرخ فيه قال له اهرب دلوقتي قبل ما كل ده ينهار. بس الهروب ما كانش سهل، توري كان عريان تقريبا مش لابس غير ملابس قليلة جدا، وجسمه مش هيستحمل موجة الحمض التانية. وفكرة تانية ضربت في دماغه
إن لحم الوحش ذات نفسه ما بيدوبش في الحمض، فقدر إنه يقطع حتة من جلده ولف نفسه بيها زي الشرنقة اللي بتحميه. وبطن الوحش اتشنجت لآخر مرة، وبعدين انهيار بالكامل للوحش، وبعد كده كل حاجة اترمت لبره، وكان لسه بيقاتل ومش عارف اللي بيحصل جوه. وفجأة حصل انفجار مدوي والوحش وقع على الأرض، ومن البقايا بتاعته شرنقة وقعت على الأرض بره، وتوري خرج منها وهو ملفوف بجلد مقرف وماسك كريستالة القلب في إيده. وده كان كل اللي حصل. وبعدها توري بيشكر كلاي على اللي عمله معاه في القتال والمبارزة بصفة مستمرة، وكلاي من غير ولا كلمة شكر لف ومشي. وقبل ما يختفي وسط الغابة قال بصوت واطي إنه عرف اسم توري، بس عمره ما هيشكره على أي حاجة. وبعد وقت طويل نقابة المغامرين وصلوا متأخرين، وقفوا مذهولين قدام بقايا الوحش لأن المهمة خلصت. أما الكريستالة فكانت اختفت بالفعل. وهنا مينا ركعت على الأرض عشان تفحص الجثة، ولاحظت إن القلب اتاخد منها، وبعدين عينيها وقعت على حتة قماشة محروقة كان لسه فيها كتابة خفيفة. وهنا الصدمة ضربتها، ده بنطلون توري الولد اللي من النقابة. معقول طفل يهزم الوحش ده؟ وفي آخر الليل والبيت كله ساكت واخواته نايمين، توري كان لسه صاحي. فتح مخزن المغامرين بتاعه وكمان المساحة الخاصة اللي مع أي مستكشف، وطلع الكريستالات اللي جمعها، ونور خفيف ملا الأوضة، وألوان الأحجار انعكست على المكتب الخشب. ومن نصهم كان في كنز نادر جدا عبارة عن كريستالة البلاندا وكريستالة الطائر الصخري كمان. وقعد توري يتفرج على الكريستالات بحماس، ويهمس نفسه إن قيمتهم غالية جدا، ولما يبيعهم في السوق ممكن يدفع علاج أخوه ويمكن أكتر كمان. بس المشكلة كانت واضحة، هيوديهم النقابة إزاي من غير ما حد يشك فيه؟ وآخر مرة كان كاهل والباقيين خدوا بالهم منه، ولو حاول تاني الشكوك هتزيد حواليه. وبص على نايل أخوه وهو نايم على السرير ضعيف ومريض، وقال هل نايل ممكن يصدق الحقيقة إن في كيان غريب فعلا واسمه صاحب اللحية مرتبط بالكتاب، الكتاب اللي بيساعدني أصلا؟ ولو أخويا يصدق يمكن العذاب ده يخلص من عندي إن أنا خافي عليه الأسرار دي كلها، وكمان تكاليف العلاج الباهظة اللي أنا هجيبها له ممكن يسامحني فيها. وفجأة الباب بيخبط بشكل جامد، والتور اتجمد في مكانه من الصدمة. هل ممكن ده يكون حرامي ولا مجرد ضيف عادي؟ وفتح الباب بحذر، وكان الشخص اللي قدامي هو كلاي. والتور بيسأله انت بتعمل ايه في وقت متأخر زي ده هنا؟ ومن غير ولا كلمة كلاي رمى حاجة جوه الأوضة، وتور مسكها بالعافية. كانت عبارة عن العملة الذهب، نفس العملة اللي كان كلاي سرقها منه قبل كده ورجعها له بشكل غريب. أما الأغرب إن كلاي لف عشان يمشي على طول، وتور وقفه وطلب منه إنه يدخل البيت، وقال له إنه كان مستلف هدومه قبل كده وعايز يرجعها صح كده. وبكل هدوء بدأ يقدم له الشاي عشان أخوه نايل نايم. وأثناء الانتظار عين كلاي راحت على نايل، غريزة المعالج عنده اشتغلت فورا، ولاحظ تآكل العضلات وكمان تساقط الشعر والفراغ اللي في النفس، والرئة بتاعته كانت بايظة. وتمتم كلاي وقال ده سم بازلسك مفيش شك في كده. وتوري اتشد في مكانه، ازاي قدر يحدد السم من نظره؟ بس كلاي أكد كلامه وقال إن سموم الوحوش ما بترحمش. وتوري قال إن الدواء مدي تحسن بسيط، بس الدكتور قال إن الشفاء التام ده مستحيل. وساعتها كلاي قال جملة ضربت توري في قلبه زي الصعقة، لو معاكم كريستال بازليكس السم ده ممكن يختفي تماما. وتوري حاول يسأله بسرعة انت تعرف يعني الكريستالة فهمني، بس للأسف كلاي كان اختفى من قدامه، وصدى الصوت بتاعه بس هو اللي فضل في المكان، وكان قلقان ومش لاقي الراحة. وتوري قعد جنب نايل وهو مربع وفتح الكتاب العتيق، والكتاب بدأ يظهر صفحات جديدة موسوعة الكريستالات، ومسجل فيها اللي معاه وهو السلايم والبلاندا والطائر الصخري. وعقله كان بيفكر ويدور في حاجات كتير، هو الكتاب ده بيتطور معاه. وفجأة صاحب اللحية ظهر له من الصفحات، وتوري اتفزع ورمى الكتاب على الأرض. بس المرة دي صاحب اللحية بيضحك وقال له بهدوء سجل الكريستالات في الموسوعة، أما اللي هتحتاج إنك تسجله هو عبارة عن كريستالة البيزليكس. وهنا صاحب اللحية بيقول له إن المعرفة هتبدأ تظهر لوحدها أول ما توري يكتب ويسجل الكريستالات، والأهم من كده إن في مئات الأنواع من الكريستالات منتشرة دلوقتي في العالم كله. وصاحب اللحية قال له إنه عايز يجمعهم كلهم، ووعدوا إنه هيشاركوا كل اللي يعرفوا من أسرار وقوة، لأن اهتماماتهم كانت واحدة، ولأن صاحب اللحية عارف كويس إن هدف توري الحقيقي هو علاج مرض أخوه الكبير نايل. وتوري كان هيقول إن ده شبه اتفاق بينه وبين الشيطان. وساعتها توري بيسأل نفسه ليه أنا؟ ما نقابة الأزور مليانة محاربين أقوى مني بكتير. وصاحب اللحية ساعتها بيتنهد وقال له إنه لسه مش مدرك قيمته الحقيقية. وقبل ما يكمل كلامه ويكشف له عن حقيقة مهمة عن نفسه، الأرض بدأت تهتز فجأة بعنف، وأسوار المدينة بدأت تترجع حوالين منهم، والنار بتولع في كل مكان. ولما توري جري على الشباك وبص بره
قلبه وقف من الرعب، لأن كان في وحش ضخم جدا واقف أعلى البيوت، والوحش ده من نفس النوع اللي بيطارده في كوابيسه، نفس الوحش الكارثي اللي كان سبب في إن جسم نايل يتسمم من سنين، وهو البيزلسك. وهنا صوت صاحب اللحية بقى متعصب جدا، وقال إن الطرق دلوقتي كلها فعلا اتقطعت، ولو توري عايز يعالج أخوه نايل بجد فمفيش قدامه أي اختيار تاني. وتوري ساعتها بيمسك الكتاب بقوة، وعينيه كانت مليانة تصميم، وقال إن هو بنفسه اللي هياخد كريستالة البيزلسك، وطلب من صاحب اللحية إنه يقف معاه ويدعمه بقوته. وهنا صاحب اللحية بيهز راسه بالموافقة، وجسمه بدأ يلمع فعلا بطاقة غريبة. وساعتها قال إن الوقت حان إن هما يدخلوا سوا فصل جديد من فصول الكتاب، وهو فن الحصول على كريستالة البيزلسك. والفوضى بدأت تبقى في كل مكان في المدينة، والبيزلكس كان بيدمر كل الشوارع وكل حاجة محيطة بيه، وبيمشي وسط الناس وبيقتل فيهم بلا رحمة. والناس كانت بتجري وتصرخ في الشوارع، والبيوت كانت بتقع من كل ناحية، والحجارة كانت بتنهار من فوق البيوت. وفي وسط الزحمة كان في طفل صغير بيدور على أمه وهو بيبكي، وصوته اتدفن وسط كل الانهيارات. وفجأة صخرة ضخمة بتقع من فوق وكانت هتسحقه في لحظة، لكن في آخر ثانية ظل ضخم وقف قدامه، وضربة واحدة قوية من مطرقة حرب عملاقة كسرت الصخرة القطع. والولد بيرفع عينه وشاف راجل ضخم جدا واقف قدامه، والراجل ساعتها بيطمنه وخد بإيده وساعده تاني، وكمان قدر انه يرجعه لأمه، وكانت هي منهارة جدا من الخوف. وفي اللحظة دي الأم بتحضن ابنها وهي بتبكي وبتشكره على اللي هو عمله من إنقاذ لابنها، وقال لها بهدوء إنها لازم تطلع دلوقتي للمكان المرتفع اللي فرق الإنقاذ متجمعين كلهم فيه. وهنا الولد بيسأل أمه مين الراجل ده؟ قالت له إن ده عبارة عن إنجو، زعيم نقابة الرمح الأبيض الكاسر، واللي معروف بلقب القلب الحديدي الأسود. عنده 37 سنة، وهو أسطورة في القتال، وهو يعتبر أسطورة حية ومغامر قوي جدا، وقوته الأساسية الضرب المباشر الساحق. وهنا إنجو بيبص لساحة المعركة وعينيه بتكون مليانة إصرار، حتى الكائنات الصغيرة كانت بتهرب من مجرد وجود البازلكس. وهنا إنجو بيغرز المطرقة بتاعته في الأرض، واستخدم مهاراته الدفاعية الحجر الحديدي الأسود، وخلق جدار صلب جدا في الأرض، واندفع واصطدم بالبازلكس ورجعه لورا. وبعد كده الوحش بيعمل صوت مرعب جدا للمحيطين، وبيكون مليان سم وغضب. وإنجو بيقول لنفسه إنه النهارده هيحاسب الوحش عشان خاطر صديقه القديم نايل اللي اتسمم بسببه. ومن فوق سطح أحد المباني أعضاء النقابة كلهم بيبتدوا إنهم يرموا السهام، لكن للأسف القشور بتاعت البازلكس بتقدر إنها تصد الضربات بسهولة. وواحد فيهم بيصرخ إن الهجوم ملوش أي فايدة، لكن إنجو بيرد عليه ويقول له إن الاستمرار بتاعكم في الهجوم هو الأساس، وإن ضربة واحدة من وسط 10,000 برضه بتعمل تقدم. وفجأة قوة ضغط رهيبة جدا بتثبت وحش البازلكس في الأرض، وهنا ساعتها كاهل بيوصل وبيستخدم سحر الجاذبية، وإنجو بيبتسم وعرف التقنية دي فورا. وبعد لحظات مينا هي كمان دخلت المعركة، والسهام بتاعها كانت متغلفة بطاقة برق بتخترق جلد الوحش وبتسيب آثار حروق. ووصلهم كمان إعلان دخول نقابة الأوزورو، وهنا إنجو بيرحب بيهم وقال إن قوتهم سوا هتكسر أي وحش مهما كانت قوته. وهنا كاهل وصف دخولهم بدخول النجوم، ومينا فضلت تضرب بدقة قاتلة. وبعدين انفجارات بتهز المكان كله، وكلاي دخل المعركة هو كمان وبدأ يرمي بقنابل كيميائية بدأت تحرق جنب وحش البازلسك. وإنجو بيهز راسه من الإعجاب وقال إن القوات دي كده اتجمعت. في اللحظة دي كاهل قال إنه حابب يشكر كل الناس على الهجمات اللي بتساهم في قتل الوحش، لكن للأسف واضح إن كل الهجمات دي ما كانتش سبب ضرر كفاية للوحش، لأن البازلكس كان لسه واقف على رجليه. ومن على جانب المدينة الناس المدنيين ابتدوا إنهم يهتفوا بحماس وهم واقفين فوق سطح المنازل، ومع وجود رمح الكاسر الأبيض وكمان معاه نقابة الأزارو، كل دول كانوا مع بعض على قلب راجل واحد. الكل بدأ ينادي باسم مينا وبيعتبروا إنجو هو الدرع اللي بيحميهم، وحاطين ثقتهم كلها في الأبطال اللي قدامهم. لكن كاهل كان متضايق، ليه محدش فيهم بينادي على اسمي رغم إن أنا قائد نقابة الأزورو؟ وهنا بيهز راسه وقال إنه يطنش الفكرة دي دلوقتي، لأن الاعتراف دلوقتي مش مهم قد ما تكون النتيجة هي الأهم. والمهم دلوقتي إنهم يخلصوا المعركة دي ويقضوا على الوحش. والنقابتين مع بعض بدأوا إنهم يعملوا هجوم عنيف ومتواصل، وضربات وسهام وسحر بيجبر البازلكس إنه يتراجع للخلف. بس صلابة الوحش كانت مرعبة فعلا، ورغم الإصابات اللي فيه إلا إن سمه كان بينتشر في الهواء وبيسمم أي حاجة حواليه. وفي نفس الوقت توري كان بيجري وسط الخراب مصمم إنه يوصل لساحة القتال مهما كلفه الأمر، لكن هنا بيتفاجئ بوجود الدكتور اللي بيوقفه في الطريق وبيطلب منه المساعدة، لأن في شخص كان محشور وموجود تحت الركام وبيموت بالبطيء بسبب السم. ورغم إن توري كان مستعجل يرجع للمعركة إلا إنه ما قدرش يتجاهل النداء بتاع الدكتور،
وقدر هو والدكتور يطلعوا الراجل وينقلوه لمكان آمن. لكنه عرف بعدها إن في عشرات غيره اتسمموا بسم البازلسك، والصدمة نزلت عليه زي الصعقة، لأن كده الموضوع ما بقاش معاناة أخوه نايل لوحده، والمدينة كلها بقت مهددة بالانهيار بسبب نفس السم. وهنا قلب توري بيتقبض، لكن عزيمته زادت والسم بينتشر حوالين منه في المكان. لكن إصراره كمان بيكبر مع الوقت. لكن من جوه كتاب السحر صوت صاحب اللحية اتكلم وسأله إذا كنت مستعد. وهنا ايدين توري كانت بتترعش من الخوف، لكن مسك نفسه جامد ورده كان حاسم: ان انا هقضي على وحش البيزلكس واخد الكريستالة بتاعته عشان اعالج كل الناس مش اخويا بس. وهنا انجو بياخد نفس عميق وبيخش تاني المعركة وبيجمع قوته قدام البيزلكس العملاق. الوحش كان واقف فوقهم والقشور بتاعته كانت بتلمع بسبب الهجمات. وانجو ثبت وقفته ونادى على الباقيين انهم يتحركوا، والفريق كله بدأ يطلق السحر بتاعه مرة ورا التانية. اما كاهل فبدأ يضرب دفعات كبيرة جدا من السحر التدميري، ومينا بدأت تضرب بالسهام بتاعتها ورسمت مسارات دقيقة في الهواء. وهنا كلاي اللي كان بيضرب بقوة عناصر محسوبة، والهجمات كلها كانت بتخبط في جسم الوحش وخلت ساحة المعركة تلمع بألوان متغيرة، كل واحد حسب طاقته. وبعد كده بتنفجر طاقة قوية جدا من ساحرة بتتقدم وبتعمل تعويذات مركزة، والقوة اصطدمت بالوحش وانفجرت في نور عالي. لكن البيزلكس فضل ثابت في مكانه كأنه ما تأثرش بأي شيء. وهنا توري كان بيتفرج بقلق ولاحظ إن كل الضربات كانت بتختفي قدام قشور الوحش. أما الساحرة مينا فلاحظت نفس الحاجة، والضربات بتوصل بس للأسف مش بتخترق جسم الوحش. وهنا كاهل وقف فجأة وحس بتعب غريب. استهلاك السحر بتاعه عنده ما اتغيرش، كأن قوته كانت متأيدة طول الوقت. والفكرة دي قلقته جدا وخليته يتساءل ايه اللي انجو كان بيحبسه او منعه لحد دلوقتي. وهنا انجو بيمسك سلاحه باصرار عايز يحمي الكل حتى لو اضطر انه يقاتل لوحده. فجأة حس بحاجة غلط، عبارة عن مقاومة غريبة حواليه، كأن طاقته بتنسحب منه لنقطة واحدة. وهنا الفكرة هزت دماغه واندفع للأمام من غير تردد، وصرخته كانت في كل المكان وبتعمل فوضى كبيرة. وبيضرب بعدها وحش البازلسك بكل قوة موجودة عنده، والضربة انفجرت بعنف وموجة صدمة شقت المكان كله. لكن ما أثرتش في الوحش، هو فقط اتلوى منها لكنه رجع أقوى، وقشوره بدأت تلمع بغضب أشد. وعيون توري وسعت وهو بيشوف رد الفعل. وهنا وحش البيزلكس بيفتح بقه وفي نور سام ظهر من جواه، حتى النفس بتاعه اتحول لحمض سام مركز وبدأ يضربهم بيه. ومينا كانت أول واحدة اتصابت، والضربة خبطتها ورجعتها لورا بقوة. أما كايل فبيجري عليها، لكن للأسف موجة السم بتضربه بقوة هو كمان، لدرجة إنها لزقت في جلده زي الدخان الحارق. والسم بينتشر بسرعة وبدأ يزق المقاتلين لورا. ومينا كانت بتحاول إنها تفضل واقفة في مكانها، والضباب السام كان ملفوف حوالين جسمها كله. وهنا كلاي حس بالخطر وعدل وقفته وحاول تماما إن يقف قوة السحر، لكن حتى هو اندفع لورا تحت الضغط الرهيب. وتوري شاف مينا وهي بتقع ودراعها كان عليه أثر ضربة حمضية وحاول يثبتها في مكانها، لكن السم كان ماسك في كل اللي حواليها، وناس كتير وقعوا على الأرض وجسمهم كان بيترعش من السم اللي بينتشر. أما إنجو فبيشد نفسه وبيعض على أسنانه الغيظ وهو حاسس بالتعب والإجهاد، وأدرك إن الكل بدأ يضعف حوالين منه، وكل ده كان بسبب واحد بس: سم البازلسك. وساعتها بيرفض إنجو إنه يقع طالما في ناس هو مسؤولة منه، والسم اللي موجود حوالين منه بيفكروا باللحظة اللي قوة نايل اتسحبت منه. كانت ذكرى تقيلة جدا على قلبه زي الجرح اللي ما بيلتئمش، ونايل كان شايل آمال الكل حوالين منه. وصوت انفجار بيحصل وإنجو بيتحرك بسرعة، أما ضربة تانية بتيجي بعدها على طول كانت هتصيبه، ولكن إنجو قدر إنه يتفاداها وثبت نفسه وبص لوحش تاني. وهنا وحش البازلكس كان بيجهز هجوم جديد عليهم وعيونه كانت بتلمع. أما إنجو فثبت رجليه على الأرض وبيرفع سلاحه من غير أي تردد. حتى الكائن الصغير اللي جنبه بدأ ينبح بقوة لأنه كان حاسس بالخطر، وبدأ إنجو إنه يتقدم تاني وهو رافض تماما إنه يقف ورا ويستخبى. وهنا السم كان لازق فيه، بس هو موقفش ولا حتى هدى من سرعته في القتال، لكن مكانه خلاه بره التشكيل الدفاعي اللي كل الناس عاملينه. وفجأة نباتات متسلقة انفجرت من الأرض لما واحدة من السحرة فعلت السحر بتاعها، والكتل المتشابكة اندفعت ناحية هجوم البازلسك واصطدمت بالنفس السام. وكان فيه انفجار قوي جدا وعنيف وكان لونه أخضر، والأرض اتهزت بشكل كبير والحجارة بدأت تتناثر في كل حتة. أما إنجو كان واقف بيتفرج على المشهد قدامه، وهنا توري بيثبت الكريستال المضيئة في إيده وبدأ يجمع آخر ذرة قوة عنده، والسحر اللي جواها كان بيبقى بعنف وهو بينادي على النباتات تاني. والوحش بدأ يتلوى بقوة، وخصوصا لما الكروم لفت حوالين جسمه الضخم وشدت عليه بشكل جامد
وكمان قدرت إنها تأيد حركته لحد ما القشور بدأت تتشقق من الضغط. لكن البيزلكس لف جسمه بعنف واندفع لفوق، ونواته بدأت تنتفخ بنور أحمر. كان مخيف جدا، والطاقة هنا بتنفجر حواليه وبتعمل وميض عنيف، وجسمه بيتمدد بقوة جديدة، وشكله بيتغير لشكل أضخم وأشرس. وضغط رهيب انتشر في ساحة المعركة، وقوة الوحش بدأت تتضاعف. وتوري بيمد إيده لسحر التخزين وطلع نواة ذهبية. أول ما لمسها القوة لفت حواليه، وبيرفع إيده ويفعل التعويذة المخزنة من غير تردد. وريح حادة جدا اتكونت تحت رجليه وطلعت لفوق في دوامة سريعة. وسحر الأجنحة اندفع بقوة، وكان السحب السم بعيد، والرياح انفجرت حواليه ونقت الهواء بشكل كامل. وهو ساعتها بيوجه القوة بشكل مباشر ناحية البيزلسك، والكل واقف وهو مبهور وهو شايف السم بيطير من حواليهم. وكاهل كان مصدوم ومش قادر يستوعب اللي بيحصل. ومينا اللي كان ماسكها عشان تثبت رمشت وهي شايفة السحر بتاع القتال بيتفتح قدام عينيها. حتى كلو وقفت وعينيها اتعلقت بتوري، وخصوصا لما بدأت تحس إحساس قديم بيطلع من جواها. ومنظر توري صح ذكرى قديمة مدفونة تحت سنين من الندم. وإنجو هو كمان عرف الوقفة دي، وصوته سكت فجأة وهو بيتفرج على الشاب اللي قدامه. واللحظة دي افتكر إنه شاف نايل أخوه، لكن بعد ثانية أدرك الحقيقة. الطاقة اللي بتمسح ساحة القتال دي كانت طاقة توري مش نايل أخوه. بالرغم من كده الشبه كان قوي لدرجة إنه قلق فعلا. وهنا توري بيراجع التعليمات الخاصة بتأييد وحش البازلسك، وتأكد إن أول خطوة اتحققت فعلا، وركز سحره من جديد. وكان مصمم إنه ما يسيبش السم ينتشر أكتر من كده في المكان. وعزيمته بدأت أقوى وهو بيحدد هدفه، حجر السحر الكريستالة. كان ناوي إنه ياخدها بنفسه. أما الملاحظات اللي في الدليل دعمت خطته واستخدمها من غير تردد. وهنا كاهل وكل اللي واقفين كانوا بيتفرجوا عليه بحيرة، مش فاهمين نوع السحر الغريب اللي هو بيستخدمه. وبعدهم افتكر إنه كان بيجرب تقنيات جديدة الفترة اللي فاتت، بس ما كانوش متوقعين إنه يوصل للمستوى الكبير ده. وهنا مينا والباقيين نادوا عليه بقلق، خايفين عليه من كتر ما هو بيضغط على نفسه. وفي وسط الفوضى انجو بيقرب ولاحظ العلاقة بين الشاب ده ونايل، واخد باله قد ايه توري كبر واتغير، وقوته الجديدة فاجئت الجميع مش هو بس. وكلاي جريت ناحيته بقلق مستغرب ازاي توري دخل معركة بالخطورة دي. وتوري فكر انه دلوقتي بقى عبارة عن مغامر هو كمان، وعضو في نفس النقابة اللي نايل كان فيها زمان. والمعلومة دي صدمته وربطت طريقهم ببعض أكتر ما كانت متوقعة. وأول ما إنجو دخل بينهم توري عرفه على طول. وإنجو اعترف إن حركة الرياح اللي توري استخدمها من شوية كانت شبه طريقته هو، وقال بصراحة إن أسلوبه ثابت وقوي، وشكره جدا لأنه قدر يوقف هجوم البازلسك. وبعدها أمر كلي إنها تروح تساعد المصابين بالسم، وطلب من كايل يفضل معاه عشان الأمان. وهما الاتنين فعلا بيروح ناحية الخلف. وتوري لاحظ الكلب الصغير اللي قريب منه، وقف لحظة مشتت. الحيوان ده كان بيرتعش من الخوف، وحالته بتوضح قد ايه السم انتشر في المكان كله. وبالرغم من كده توري ما كانش مركز بس في المعركة، ده كمان كان عامل حسابه على سلامة الناس اللي حواليه، وهو مستعد انه يكمل القتال في اي لحظة. وتوري شاف انجو وهو بيتقدم لقدام، والظل بتاعه بدأ يختفي وسط الغبار اللي كان طالع من المعركة. والبيزلكس بدأ يهجم بعنف وبدأ يضرب بكل قوته، وبدأ يزمجر في الهواء عشان يرعب كل اللي حوالين منه. وهنا كلو بدأت تضايق عينيها من الغضب وهي بتشوف القتال اللي بيحصل. وتوري سمعها وهي بتنادي عليه بتقول له انها محتاجه الدعم بتاعه. وساعتها بيتجمد للحظه وتفاجئ ان في حد مستني منه حاجه اصلا، وبص على صفحه المهارات المضيئه. في نفس اللحظه صوت صاحب اللحيه طلع من جوه الكتاب وهو بيضحك مستمتع جدا. اللي بيحصل بقى مثير، وفكروا ان لو انجو قضى على البيزلكس دلوقتي حجر السحر اللي جواها هيتدمر. وتوري اتوتر جدا وبيساله بلهفه طب الحل ايه دلوقتي؟ والكتاب رد عليه بهدوء وقال له استخراج الحجر محتاج طريقه دقيقه جدا، وشخص واحد بس يقدر يعملها، الشخص اللي سمع صوته، يعني هو توري. والصدمة ضربت توري بقوة، لأن لو ما حصلش على حجر البيزلسك مين هتموت من السم. والصور بتاعتها بدأت تعدي قدام عينيه وهي بتضعف، ما كانش عنده أي اختيار تاني. وساعتها توري بيحاول يتماسك، والكتاب بيقلب للخطوة اللي بعدها، الخطوة التانية، نزع القشور، وحذروا إن ده أصعب خطوة ممكن نشوفها. والبيزلكس بيرجع لورا وهو بيترعش، ودرع سحري لامع لف حوالين جسمه. والكتاب بيشرح له ان في سحر دفاعي مغلف جسم الوحش، والكتاب بيقول له ان اي تعويذه بتستخدم ضده عادي والقيود مش هتستحمل كتير. وهنا توري بدا النبض بتاعه يزيد فجاه، والبيزلكس بدا يقطع الكروم اللي كانت موجوده حوالين منه وماسكاه، وضرب الارض بقوه خلت ساحه المعركه بتهتز. وانجو بيلعنه وهو بيجهز نفسه وحس ان الوضع بيخرج عن السيطره. اما كاهل فبدا يصرخ ان الكروم المفروض كانت تمسك اي حاجه. وهنا كلو ادركت ان الموقف بدا يسوء بسرعه. في الوقت ده كانوا لسه بيعالجوا مينا،
بس العلاج بتاعها كان مؤقت، ومينا نفسها قالت إن كده كفاية وما ينفعش يسيبوا البيزلكس يتقدم أكتر من كده. وتحت إنجو كان بيزعق وسط الفوضى، واندفع لقدام بكل قوته، وبدأ يلعنهم وأمرهم يطلعوا كل اللي عندهم لقتل الوحش. وهنا السحر والسهام بدأ ينزلوا على الوحش تاني زي المطر، وهو بيخبط بجسمه الضخم، والبيزلكس بدأ يصرخ والسم اندفع من أنيابه وكان زي الرصاص المرعب. وكل الهجمات بتاعتهم كانت بتترد على القشور اللامعة، والسحر كان بيتبدد في الهواء من غير أي فايدة. وعيون تيري وسعت ولا هجمة كانت بتأثر في الوحش. وهنا إنجو حاول يشق طريقه وسط سحابة السم وهو بيلعن وبيقاوم في الوحش، لكن حتى وهو بيتراجع لما الوحش زقه بقوة ساحقة، توري فتح دليل السحر تاني وصوابعه كانت بترعش من القلق. لو السحر فشل بسبب الدرع الدفاعي يبقى الحل الوحيد هو نزع القشور فعلا. واي سحر جسدي ممكن انه ينجح، بس بشرط ما يكونش من نفس العنصر بتاع البيزلسك. وهنا تروي بدأ يتعمق اكتر ويقرا في الصفحات عن قوة الحجر السحري، ويعرف انها مش مجرد تعويذة واحدة بس، والنقوش كانت بتلمع لتعويذات مخيفة ورا كل التعويذات الأساسية، واكيد في حاجة اكتر من سحر الطيران المكتوب. وهنا صوت اللحية بيرجع يرن تاني بهدوء ويفكروا ليه اتفقوا من الاساس، وهو ما اختاروش عشان قوته الجسدية، ده اختاره لانه ما بيستسلمش ولان عنده عناد بيخلي الخيال حقيقة. وهنا توري بيبص لساحة المعركة ونفسه بيكون مكتوم جدا. الشخص اللي يقدر يتخيل طريقه للنصر وسط المستحيل أقوى من أي حد، ودلوقتي دوره هو يتخيل. ومن أول ما قابل الكتاب توري عدى حدود عمره ما كان يتخيل إنه يقدر عليها، وذكريات عدت في دماغه، تعويذ ما كانش المفروض يعرف يستخدمها، ومواقف قرب فيها من الموت ونجا بس لأن الكتاب ساعده. وهنا تروي بياخد نفس طويل وبيرفع الكريستالة المضيئة وبيقول لنفسه لو الخيال يقدر يبقى حقيقة يبقى مش لازم يخاف من دفاعات البيزلكس، وبيشد على ايده وبيركز كل افكاره في هدف واحد، ازاي انه يغير مجرى المعركة. وساعتها في ذكريات تانية بتيجي في دماغه، اللحظة اللي النبات المفترس ابتلعه، والغرفة الحمضية اللي كانت هيتقتل جواها، والتعويذات اليائسة اللي انقذته، وصوت الكتاب فكروا بالدرس اللي مستخبي في الذكرى دي. وبتظهر فوق ايديه دايرة خضراء ورموز بتلف زي الشفرات، وسحر الحمض بيندفع بقوة وتشكل في طيارات ملتوية زي التعابين بتفور بطاقة آكلة. والتعويذة ضربت البيزلسك وقشوره بدأت تفور وكمان تتشوه، وطبقات ورا طبقات بتسيح منها، والوحش بدأ يتلوى من الألم بعنف، وصرخاته اللي بصوت عالي بدأت تهز المدينة، والمغامرين كلهم وقفوا مصدومين. أما كايل عرف روح النبات فورا وصرخ باسمها وهو مش مصدق اللي بيحصل، وناس كتير رجعت لورا مذهولة إن القشور بالشراسة دي ممكن تسيح بالشكل اللي بيحصل. أما إنجو وشه بيتغير للدهشة وبشعر بالفخر تماما من اللي حصل. وساعتها بيفهم توري أخيرا فين كان أخوه نايل مخبي قوته الحقيقية طول الوقت اللي فات. وحش البيزلكس كان بيتلوى بعنف والحمض بيقطع دراعه حتة حتة، وسحب بخار كثيفة انفجرت حوالين منه في المكان، وتوري بيتقدم لقدام بخطوات ثابتة. وبالنسبة له وحش النبات ده ما بقاش غير أداة، وحش معمول عشان يقدر يدوب وحوش تانية، والحمض هو لغته، أما التآكل فهو هدفه الحقيقي. أما دلوقتي بالنسبة لهدف توري هو كان البيزلكس ذات نفسه. وصاحب اللحية بيهمس له ويقول له إن اللي في دماغه مجرد خيال مش أكتر، وخيال قوي كمان، ومدحه بسبب عزيمته القوية اللي وصلته للمرحلة دي. وبعدها على طول التعليمات الجديدة ظهرت لتروي، وكانت الخطوة الثالثة هي فصل راس وحش البازلكس. وتوري رفع عينه لفوق ورقبة الوحش كانت بعيدة جدا عليه، وراس الوحش كانت صعب جدا إن إيده توصل لها، وتروي بدأ يشك في نفسه. وهنا صاحب اللحية بيسخر من تروي ومن فكرة تردده، ويقول له ازاي انت وصلت للمرحلة دي وفي الآخر جاي تقف. وساعتها تروي بيتحمس وبيجري ويندفع ناحية الوحش، وطلع فوق واحد من المباني المهدومة اللي كانت موجودة جنب منه على طول. وهو بيجري كانت كل خطوة بتهز الأرض تحت رجليه، بس في الآخر كمل وقدر يطلع رغم تعبه. ولما وصل للقمة تروي سحب سلاحه وفكر يستخدم ضربة الصدمة مرة تانية، والسيف بيهتز بالطاقة المخزنة جواه. ولما ضرب تروي الوحش رجع يتألم، والقوة رجعت عليه ورجعت على دراعه بعنف، والسلاح اللي كان في ايده كان هيقع. وهنا صاحب اللحية بيوبخه وبيقول له على تفصيلة هو نسيها، ان تروي المفروض لما يمتص حجر السحر بتاع الوحش المفروض يسيب سلاحه، لان مع طبيعة الحجر ده هو ما بقاش اصلا محتاج للسلاح الحقيقي. والصدمة ضربت تروي وطريقة استخراج احجار السحر اتغيرت تماما، ولو ما التزمش بيها مش هيقدر ياخد النواة بتاعت البيزلكس. وهنا صاحب اللحية بيستعجله لان الوحش البيزلكس كان بيحضر هجوم سمي جديد. يا ترى تروي هيقدر يواجه الوحش ويقضي عليه ولا لأ؟ ويا ترى تروي هيقدر يعالج أهل المدينة كلها بما فيهم أخوه نايل ولا لأ؟ كل ده هنشوف في الفيديو الجاي. مش ينسى تشترك في القناة
وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعليقك الحلو بيفرحني. في الختام، سلام.